السلام عليكم. كشف بيان أصدرته النيابة العامة لدى مجلس قضاء سكيكدا أن المحامي المفقود جمال الدين شاوي الذي تم العثور عليه جثة هامدة أمس قد تم قتله برصاصة في الرأس. وأوضح البيان الذي وقعه النائب العام أن المعاينة الميدانية للجثة قبل وبعد نقلها إلى المستشفى بيّنت أن صاحبها أصيب بطلق ناري على مستوى الرأس. كما كشف البيان أنه لم يتم العثور على أي آثار عنف على باقي الجثة، مضيفا أن التحقيق الابتدائي ما زال مستمرا تحت إشراف النيابة إلى غاية الكشف عن الجنات. وكان المحامي جمال الدين شاوي قد تم التبليغ عن فقدانه لدى مصالح الدرك يوم 22 من جونفي الحالي، قبل أن يتم إطلاق حملة للبحث عنه شاركت فيها كل المصالح المختصة إلى جانب مواطنين. وقد جرى العثور مساء أمس الاثنين على جثة المحامي جمال الدين شاوي مدفونة في منطقة على جنبات الطريق السيار بقرية التوميات. إن لله وإنا إليه راجعون.